حكاية قديس وشهيد، تعال نعرف ليه في أيقونة الست العذراء دي بالذات بنلاقي إنه بابا يسوع حاطط إيده على فم الست العذراء عشان يمنعها من الكلام، ومع إن بابا يسوع كان في كل الأيقونات بتاعة الست العذراء عمره ما بيعمل معاها كده خالص. إيه اللي حصل؟ إن كان في القرن ال14 في دير في اليونان، والدير ده كان غني جدا جدا، وكانوا في مجموعة كبيرة قوي من الرهبان، لكن برضو كان في مجموعة من اللصوص الأشرار عايزين يدخلوا الدير ويقتلوا الرهبان في الدير. لما باب الدير يتفتح وياخدوا كل حاجة جوه الدير ويقتلوا الرهبان، لكن العذراء كان ليها رأي تاني وما كانتش عايزة كده يسمح للرهبان، لكن بابا يسوع عشان كان زعلان منهم وحزين منهم فكان عايز يسمح بكده علشان ينولوا عقابهم. لكن اللي حصل ان الست العذراء لما دخلوا الرهبان يصلوا ومعاهم رئيس الدير ما اهتموش حتى ان هم يكملوا صلاتهم، وسابوا الرئيس الدير وقالوا له احنا هنبقى نيجي على ميعاد القداس بس احنا رايحين نريح شوية، ومشوا كلهم وراحوا كل واحد على قلايته، وسابوا رئيس الدير وهو بيصلي كلمته العذراء من الأيقونة وقالت له إني ما تفتحش باب الدير خالص النهاردة. فرئيس الدير قعد يدور على الصوت جاي منين، ولما وقف قدام صورة الأيقونة سمع صوت بتقول له إني ما تفتحش باب الدير خالص النهاردة. فليه إن إيد بابا يسوع اتحركت ناحية فم الست العذراء وكانت إيده اليمين عشان يمنعها عن الكلام، لكن اللي حصل إن الست العذراء ميلت راسها ناحية اليمين وكملت كلامها وقالت لرئيس الدير انتوا عدد كبير جدا من الرهبان، خد الرهبان واطلع على السور، وهم لما يشوفوكم هيخافوا لوحدهم وهيهربوا لان مش هيجرؤوا ان هم يدخلوا الدير والعدد ده كله موجود وهيخافوا منه. وفعلا عمل رئيس الدير كده بعد ما خاف جدا من اللي هيحصل، لكن آمن في كلام العذراء. ولكن بابا يسوع قال لها سيبيهم يا امي، خليهم ينولوا عقابهم لانهم هم مزعليني. فالعذراء مرضتش طبعا ومرضتش تسمح بكده، وراح رئيس الدير خد الرهبان وطلع فوق الدير هو والرهبان على السور، ولما شافوهم اللصوص جريوا لوحدهم ومشوا. وأيقونة العذراء موجودة لغاية دلوقتي واسمها العذراء المعزية، وبرضو موجودة لغاية دلوقتي في نفس الدير. وبركة وشفاعة أمنا العذراء تكون معانا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.